موقف إنساني حصل لحضرتك في مجال الطب ما تقدرش تنساه أبدا أو ما زال في الذاكرة؟ كنا في المستشفى بنمر على المرضى ومعايا الأطباء الصغيرين اللي هم النواب ولسه الامتياز، وبيشتكوا بقى ان المرتبات ضعيفه واحنا مش عارفين نعيش، ولا الحاجات اللي هي ايه بيقولها الشباب. فبقول لهم يا جماعه احنا ربنا منعم علينا بنعم كبيره، ومحدش فيكم مع شكوته دي مره كان جعان وما لقاش حاجه ياكلها، ما حصلتش. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبقى جعان ومش لاقي حاجه ياكلها ويصبر. خلصنا الكلام ودخلنا على مريض كنت حاجزه عندي، راجل عنده 70 سنه ما كانش قادر يبلع علشان عنده سرطان في المريء، فقافل المريء وحاطط جنبه زجاجة كده مفتوحة علشان يعني زي شفشق كده يتف فيه ريقه طول الليل، لأنه ما يقدرش يبلع ريقه، ولو بلع ريقه يتراكم لحد ما يشرق فيه فمش قادر ينام. فقاعد طول الليل يتف في ريقه مسكين ومش عارف ينام وخايف ينام لا يتخنق في ريقه. فبقول انا للمريض انت تتمنى ايه يا حاج؟ قال لي اتمنى ابلع ريقي.